مساء الخير على متابعينا حلقة جديدة ببرنامجكم أنا والأفوكادو، وآخر حلقة في 2025 وأول حلقة في 2026 من الأسبوع الجاي إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع ناس كتير قوي بتشتري شقق وأراضي وتفاجئ بعد ما تفرح مع العقد إنها دخلت في مشاكل، عقد مش سليم، تسلسل ملكية مش صح، حاجات كتير جدا ويخش في قواضي ومشاكل إلى ما لا نهاية. النهارده هنتكلم ازاي نعرف ان العقد سليم، تسلسل الملكية واضح، وازاي تحمي نفسك. تابعونا بعد الفاصل هنعرف كل الإجابات دي. في بداية الحلقة حابب أرحب بسيادة المستشار أحمد شعراوي محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. نورتنا سيادة المستشار. الله يخليك يا فندم، ربنا في يخليك. البداية سيادة المستشار كنت حابب أسأل حضرتك يعني إيه عقد بيع وشراء، وإمتى يبقى العقد سليم وإمتى يبقى العقد مش سليم وباطل؟ والله بص اقول لحضرتك، عقد البيع والشراء ده علاقه قانونيه ما بين طرفين اللي هو البائع والمشتري. تمام. بيكون في التزام على البائع بتسليم المبيع اللي هو عقار او اللي هو ارض، العين. اللي هو العين تمام. سواء عقار او ارض. تمام. والالتزام على الطرف الثاني اللي هو المشتري ده ملتزم بسداد المبلغ. ودي العلاقة القانونية اللي بتربطهم بالبنود بقى اللي هي بيتم صياغتها في العقد، الالتزامات ما بينهم بخصوص التسليم، بخصوص كذا جزئية يعني ايه في العقد. كل الكلام ده اللي هو عقد البيع والشراء. امتى بقى يكون العقد غير سليم او غير صحيح؟ لو يعني تم البيع من لا يملك، مش يعني بتاعته، واحد باع حاجة مش بتاعته، مش ملكه أصلا. او وقع عن حد تاني بيبيع عن حد تاني بس هو ملوش صفة قانونية ان هو يبيع عنه، باع بدون صفة. أنا ما اتعرفتش على الشخص اللي بيبيع، ما شفتش الهوية بتاعته، ما اتأكدتش إن هو الملكية صاحب بتاعته. الملك. بالضبط. فده كده في الحالة دي إن هو كده خلاص، ما العقد كده هو اشترى على الفاضي، يعني ما فيش بيع. طب هل العقد لو في طرفين عملوا عقد، تمام. هل كده يبقى قانوني ولا لازم شروط تانية عشان أضمن حقي؟ والله بص أقول لحضرتك، طرفين اتفقوا على عقد ببنود، لازم البنود دي تكون قانونية، فلازم يكون في حد قانوني يقوم بالموضوع. يعني ما ينفعش إن هم يجيبوا أي حاجة ويتفقوا على بنود وخلاص. ما لازم في شروط معينة بصيغة معينة إن هو عشان يبقى فيه قانونية في كلام البيع. قانوني. بالظبط. طب إيه الفرق بين العقد الابتدائي والعقد المسجل؟ وليه لازم أسجله؟ العقد الابتدائي ده اللي هو احنا بنكتب فيه الشروط بتاعتنا وبنكتب فيه المبلغ اللي اتدفع والاوصاف العين والكلام ده كله. هو المسمى بتاعه ابتدائي، هو في ناس كتير فاهمه ان عقد ابتدائي يعني لسه في اقساط، ما الاقساط ما تسددش، لا هو عقد عادي خالص خالص الثمن، بس هو ابتدائي. يعني زي نقول النهائي عقد بتاعه ودي. زي ودي عقد كده، عرفي كده. عرفي. النهائي بتاعه بقى لما بيتم تسجيله في الشهر العقاري، ده بيبقى ده كده. كده اصبح نهائي. هو المسمى بتاعه ابتدائي عشان لسه ما تمش تسجيله. هل فعلا إن لو حد راح سجل في الشهر العقاري فكده يبقى متأمن 100%؟ ده مليون في المية، مش 100%. مليون في المية. التسجيل أهم شيء في العقارات، أهم حاجة التسجيل. تمام. يعني ده بيضمن حق المشتري بنسبة مليون في المية، مش 100% بس. طب يعني إيه تسلسل الملكية؟ تسلسل. وليه المحامي لازم يروح يهتم قوي بحوار تسلسل الملكيه؟ ولو هو بيروح يعمل تسلسل الملكيه لقى فوجئ كده ان في عقد ناقصي او عقد باطل، يعمل ايه تمام. ساعتها؟ بص هقول لحضرتك على أول جزئية اللي هو تسلسل الملكية ده. أنا ببحث الأوراق من أول صاحب الأرض اللي اشترى الأرض وبنى العقار وبيبيع، أو صاحب الأرض نفسه اللي هو استلمها من الدولة أو قالت لي عن أي شيء. ده التسلسل لحد آخر حد بيبيع لي. تمام. كمية العقود اللي موجودة لازم كل ده يتم مراجعته. طيب في عقد مفقود في النص او او في عقد ناقص. ناقص، لا كده كل حاجة كل في حاجه بطلان تقف. في الموضوع. ما اقدرش ان انا اشتري حاجة وفي عقد ناقص. تمام. لازم يبقى التسلسل كله كامل، عشان كده المحامي يقول لك التسلسل ناقص تمام. مش هنشتري، لا هو على حق. هو على حق. العقد اللي ناقص ده ممكن يكون الطرف ده ما باعش، مات، مسافر، مش كان موجود، مزور العقد ده. ايا يكون، مم. فهيعمل لي مشكلة بعد كده، مش هقدر ابيع، وممكن حد يظهر لي يقول ينازعني لك في مش العين بتاعي. نفسها. طب طبعا. يعني ايه وضع اليد؟ وهل فعلا اقدر بوضع اليد ده ان انا ابيع الحاجه دي؟ بص يا فندم، هو وضع اليد دوت حد آه، حائز لمكان بنية التملك، بس مش بتاعه. ومش بتاعه، لا هو حائز لمكان لا يملكه. تمام. تمام. بس بنية التملك له شروط، من ضمن شروطه في تقادم، يعني لازم يكون في تقادم في وضع اليد.
يعني في بعض الحالات بيكون 15 عام. تمام. ولازم له شروط برضه ان تكون الحيازه دي هادئه ومستمره، ما تمام، يبقاش ما في فيهاش عليها نزاع. منازعات. اه، هادئه ومستمره. تمام. في الحاله دي وضع اليد، لا خلاص، حد عامل وضع يد على المكان يقدر ان هو ياخد حكم قضائي بوضع اليد ده، يقدر يبيع بيه او يقنن وضعه مع الدوله. غير كده ان هو هيبيع. بالتصالح. اه، تقنين لوضع اليد. تمام. غير كده ان هو يقدر يبيع بدون ما يعمل الاجراءات دي، لا طبعا. ما ممكن انا بقول انا وضع يد على المكان وببيعه لحد، ممكن يظهر حد تاني صاحبه يكون مسافر ويرجع، فلازم يكون في حكم قضائي او تقنين من الدوله. طب لو البايع باع الشقة لأكتر من شخص، إيه الحل؟ بص حضرتك، في الحاله دي عشان الموضوع ده بيقابلنا كتير جدا، بلاقي مثلا عين، واحد باع العين دي او شقه او ارض، باعها لكذا واحد وبعد كده هو اختفى وسابهم بقى مع يخبطوا مع بعض. بعض. طبعا في الحاله دي المحكمه لما بتيجي تحكم تشوف مين اللي هو يستحق ان هو ياخد العين ديت. العين. بتشوف اقدم واحد، تمام. اول واحد اشترى. تمام، طب دي بموجب العقود. بالظبط تمام. مبوجة بالعقود. طب العقود كلها، ما كل واحد بقى راح كاتب تاريخ قديم. تمام. طيب العبره فين بقى؟ العبره ان يكون في حاجه موثقه. زي الشهر العقاري لسه متكلمين عنه. بالظبط. لو في تسجيل شهر عقاري مش هيحصل الكلام ده كله. تمام. تمام. طب في عقد عرفي بس تم توثيقه، يعني تم اخذ عليه حكم صحه توقيع. المحكمة. المحكمه بتاخد بالتاريخ، دخل المحكمه باخد بالتاريخ دوت. او يكون في توكيل من الشهر العقاري. تمام. تمام. برضو ده حاجه موثقه، اقدر من خلال التاريخ دوت اعرف مين اللي اشترى الاول، خلاص هو ده اللي يقدر يستلم العين، والباقي بقى يروح يقاضي اللي هو نصب عليه، يرفع عليه دعوى نصب بقى ويدور عليه ياخد حقه منه. طب إيه أكتر الأخطاء اللي بيقع فيها المشترين أو المواطن البسيط إن هو يبقى عنده الثقة ومطمن إنه يشتري الشقة دي أو الأرض؟ هو من ضمن اكتر الاخطاء ان هو النهارده واحد مش مواطن بسيط مش فاهم في القانون، فبيروح بقى يجيب عقد من المكتبه او بيلجأ اللي ينزل صيغه من على النت او يعمل اي حاجه، ان هو يعني بيخلص موضوع عشان ما يلجأش لحد قانوني كتوفير مثلا، بس هو بيضر نفسه. لازم يلجأ للقانون. لازم يرجع لحد قانوني ويكون متخصص وفاهم. وثقة. آخر سؤال يا سيادة المستشار. اتفضل يعني. بنشوف كتير قوي إن الراجل ومراته يعملوا لعبة كده على البايع وبعد كده يعمل هو تمكين وياخد الشقة من المالك أو من المستأجر. إيه الموضوع ده وإيه حله؟ الموضوع ده برضه بيقابلنا كتير قوي اليومين دول بالذات، ان هو زي ما حضرتك بتقول يبقوا متفقين ان هم يعملوا حاجه زي كده، وبعد ما يبيع يستلم فلوسه وخلاص هي تقوم عامله قرار تمكين. وتاخد الشقة تاني. الحل بقى في الحته ديت اللي احنا بنعمله، ان احنا النهارده انا جيت لقيت في عين متشطبه وكان في عايش فيها زوج وزوجته. تمام. فبعمل بند في العقد ان هو ان الاقرار من البائع ان لم يصدر قرار تمكين بخصوص العين المبيع. زي تعهد منه. تاني حاجه بمضيها شاهد على العقد. حلو المعلومة. توقيعها كشاهد على العقد. ما تقدرش ترفع خلاص هي ما تقدرش تلجأ للنيابه او تطلب قرار تمكين، عشان هي خلاص عارفه ان في بيع تم وفي فلوس اتدفعت والعين خلاص تم تسليمها. بس ده اللي احنا بنقدر نعمله عشان نضمن حق المشتري ان هو ما يصدرش يرجعوش عليه ضده تاني. ما يرجعوش عليه بقرار تمكين ويتعمل عليه اللعبه اللي بتعمل دي. في نهاية الحلقة حابب أشكر سيادة المستشار أحمد شعراوي حامل الاستئناف العالي لمجلس الدولة. نورتنا يا فندم. الله يخليك، شرف لي يا فندم. في نهاية الحلقة حابب أقول لمشاهدينا النهاردة كنا بنتكلم عن مخاطر البيع والشراء وصحة التوقيع وإزاي نعمل تسلسل الملكية. ارجع لمتخصص وما تدفعش ولا جنيه إلا لما تتأكد إن الورق سليم والعقد سليم. وبكده خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا والأفوكاتو مع حسام حسن على قلب الحلقة. سلام.